ريفيو في بي ان. تطبيق محمله اكتر من 50 مليون شخص، ترتيبه رقم واحد في فئة التطبيقات المجانية. اغلبنا لما بيجي يحمل اي خبر وما يرضاش يحمل معاه بيفتكر ان المشكلة عنده في النت، لكن الحقيقة غير كده. كل دولة وليها سياسة ان هي تمنح خبر، ان هي تحجب خبر، تحجب جريدة معينة، تحجب ابلكيشن متقدرش تخش عليه. فاحنا بنفتكر ان المشكله عندنا هنا، لكن المشكله مش عندنا احنا خالص. تقدر تحمل تطبيق الفي بي ان مجانا، وتحمل وتتفرج على اي خبر في العالم. لو انت سافرت الصين هتلاقي ان الفيسبوك مش موجود، هتلاقي ان اليوتيوب مش موجود، هتلاقي ان في تطبيقات كتيرة مش موجودة. لكن لو محمل تطبيق في بي ان فهو بيفتح لك سيرفر انترنت من دولة تانية، فبتحمل كأنك في دولة تانية مش في الدولة اللي انت فيها. ونفس الكلام لو انت عايز تتفرج على اي خبر فانت هتقدر تتفرج عليه عادي جدا، لان انت فاتح من دولة تانية رغم ان انت موجود في نفس الدولة اللي انت فيها. بس الفي بي ان بيخليك تعدي الحدود. لو ما كنتش تعرف تطبيق ريفيو في بي ان سكيور وعرفته مني، شير ولايك وسبسكرايب، وانا هسيب لك لينك تطبيق في الديسكريبشن تقدر